الموجز الرياضي يأتيكم على أول قناة إلكترونية زي تيوب. أهلا بكم. بداية وبعد مهازل جوائز العار والتي كان بطلها المخزن فوزي لقجع، ها هي الكاف تواصل خرجتها المستفزة ضد الجزائر بعدما قامت بنشر صورة لأساطير المنتخبات دون وضع أي صورة لأي لاعب جزائري، رغم أن الخضر حققوا كأسي إفريقيا. مزيدا في سياق تقريري التالي. قبل 10 أيام من انطلاق كأس إفريقيا كان كوت ديفوار، لا زالت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم التي يدبر أمورها المخزني فوزي لقجع تستفز في الجزائر والجزائريين في كل مرة ومناسبة. الكاف عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورة لأبرز اللاعبين الأفارقة الذين شاركوا ورفعوا الكأس الإفريقية في المنافسة الكروية، وهذا دون نشر أي صورة للاعبين الجزائريين. الكاف وبتخطيط المخزن فوزي لقجع نست أو تنست الأساطير الكروية التي أنجبتهم الجزائر على غرار رباح ماجر ورياض محرز اللذان نجحا في رفع كأس إفريقيا سنة 1990 و2019، وخاصة أن هؤلاء اللاعبين الذين مثلوا الكرة الإفريقية أحسن تمثيل. لكن مسلسل الفضائح داخل هيئة يسيرها صاحب المال الفاسد فوزي لقجع أصبحت عادة خاصة ضد كل ما هو جزائري، والدليل الأبرز هو وضع صورة للاعب المغربي الأسبق عادل حجي رفقة اللاعبين الذين نجحوا في الفوز بكأس إفريقيا رغم أنه لم يسبق له رفع التاج القاري. حفل جوائز العار الذي أظهر حقدا كبيرا من طرف المغرب فوزي لقجع ضد الجزائر والجزائريين ما هو الأكبر دليل أن تواجد الجزائر يزعجهم ويجعلهم يشعرون بمركب نقص. وفي خبر آخر، يواصل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم تحضيراته لكأس إفريقيا كان كوت ديفوار، وهذا بالعاصمة الطوغولية لومي، أين أجرت عناصر المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء حصتين تدريبيتين. الأولى كانت صباحا والثانية تم برمجتها زوالا، وعرفت غياب الحارس رايس وهاب بولحي، وهذا بداعي الإصابة. وفي أخبار الأندية الجزائرية، أعلنت إدارة اتحاد الجزائر عبر صفحتها الرسمية عن إنهاء مهام المدير الرياضي للفريق توفيق قريشي، حيث كتبت في المنشور أنها من اليوم فصاعدا لا يحق لتوفيق قريشي الحديث باسم النادي بما أن العلاقة بينهما انتهت. وفي آخر خبر من الموجز الرياضي، عنونت جريدة زاير سبور في عددها الصادر يوم الثلاثاء بضربة موجعة، وهذا بعد إصابة غويري وعدم مشاركة عمورة في مباراة أنغولا في أولى مباريات الكان، وهذا بسبب تراكم عدد البطاقات. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وقد وصلنا لختام الموجز الرياضي. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طازج